السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده يا شباب هو فيديو استثنائي وفيديو سريع جدا، من خلاله حابب اتكلم عن المشكلة اللي كتير من حضراتكم بيشتكي منها خلال اليومين اللي فاتوا، وهي مشكلة استلام ارباح جوجل ادسنس. الناس اللي مختارة وسيلة الدفع حساب بنكي، كتير منهم الى الان الدفعة بتاعته لسه ما اتبعتتش، والمفروض ان الدفعة بتتبعت يوم 21. فطبعا الناس بتسأل ايه سبب التأخير او ايه سبب المشكلة. كل الحاجات دي ان شاء الله هنتكلم عنها في حلقة النهاردة. وطبعا الحل اللي احنا هنقوله في حلقة النهاردة هو بناء على تجارب ناس كتيرة. يعني انا ما عنديش تجربة شخصية للأسف، لان زي ما انتم عارفين انا شغال مع بارتنرشيب، مش شغال مع جوجل ادسنس. فبالتالي الكلام اللي انا بقوله في حلقة النهاردة ده بناء على تجارب ناس تانيين عملوا الخطوة دي، وبعدها مباشرة المشكلة بتاعتهم اتحلت. فان شاء الله لو حد من حضراتكم لسه التحويل بتاعه ما تمش او لسه الدفعة بتاعته ما اتبعتتش، لو جربت انك تعمل الخطوة دي ان شاء الله التحويل هيتم والدفعة بتاعتك هتتبعت. وحتى لو الدفعة بتاعتك اتأخرت شوية، الخطوة اللي احنا هنعملها دي مفيش فيها اي خطر او مفيش فيها اي مشاكل على الحساب بتاعك. فمباشرة وعشان خاطر ما اطولش عليكم، يلا بينا على طول نروح لجهاز الكمبيوتر عشان خاطر نعرف بالظبط ايه المطلوب مننا ان احنا نعمله. يلا بينا لجهاز الكمبيوتر. اهلا بيكم يا شباب مرة تانية، وزي ما انتم شايفين حاليا احنا موجودين داخل حساب جوجل ادسنس بتاعنا. وكالعادة طبعا سواء حضرتك شغال من على الكمبيوتر او شغال من على الموبايل مفيش اي اختلاف ما بين الاتنين، هي نفس الخطوات وهي نفس الطريقة. اول حاجه طبعا بتدخل على حساب جوجل ادسنس بتاعك. بعد كده من مجموعه الخيارات اللي في الجنب هنا يا شباب بنبدا نضغط على الدفعات. بعد ما بندخل على صفحه الدفعات بنروح على الجزء الخاص بطريقه الدفع او طريقه الحصول على دفعاتك. بنضغط على اداره طرق الدفع، اداره طرق الدفع. اول حاجه بالنسبه للناس اللي ويسترن يونيون لسه موجوده عندهم، يعني زي ما انتم شايفين حاليا ويسترن يونيون موجوده عندي في الحساب ده، فبالتالي انا مختار ويسترن يونيون وسيله اساسيه. فبالتالي لو عند حضرتك حساب بنكي وعندك ويسترن يونيون، اختار ويسترن يونيون وسيله اساسيه. والكلام ده انا قلته لكم قبل كده، وحتى برضه الشهر الجاي خلي ويسترن يونيون وسيله اساسيه، ما تغيرش ويسترن يونيون طالما موجودة عندك. لما تتلغي ادسنس هتشيلها لوحدها، انما طول ما هي شغالة سيبها موجودة في الحساب بتاعك وسيبها وسيلة اساسية. طيب بالنسبة للناس اللي مفيش عندها ويسترن يونيون وعندها حساب بنكي فقط، يعني نفترض حاليا ان الطريقة الوحيدة اللي موجودة في الحساب بتاعك هي حساب بنكي، بتعمل ايه؟ بتبدأ تضغط على اضافة طريقة دفع جديدة. اضافة طريقة دفع جديدة، ما بتحذفش الحساب الاول. بكرر اهو، ما تحذفش الحساب الاول، سيب الحساب الاول موجود زي ما هو. حتى لو انت كاتب الايبان، حتى لو انت كاتب الايبان، بعد ما بتضغط على اضافة طريقة دفع جديدة هنضغط هنا اضافة تفاصيل التحويل الجديدة للبريد الالكتروني. طبعا كالعادة وزي ما انتم عارفين هتيجي هنا تكتب الاسم، هتكتب اسم المصرف، هتكتب السويفت كود، هتكتب رقم الحساب، وهنا كاتب لك ايه؟ بصيغة ايبان، بصيغة ايبان. هتعيد رقم الحساب مرة تانية او هتعيد رقم الايبان مرة تانية. وبعد كده بتضغط طريقة ضبط كطريقة دفع اساسية، ضبط كطريقة دفع اساسية. هعبي البيانات دي وارجع لكم مرة تانية عشان خاطر يبقى الشرح بتاعنا شرح عملي. خلاص يا شباب كده بعد ما كتبت كل البيانات بتاعتي وسجلت كل البيانات بتاعتي زي ما قلنا، كتبت الاسم بالكامل، كتبت اسم البنك، كتبت السويفت كود. وبكرر مرة تانية، السويفت كود اللي بتكتبه يكون السويفت كود الخاص بالبنك نفسه، مش الفرع بتاعك. دي كلها تعديلات ودي كلها يعني نصايح الناس بتقولها. اكتب السويفت كود الخاص بالبنك نفسه او الفرع الرئيسي نفسه. وزي ما قلت عشان خاطر برضو يبقى معاك معلومة اكيدة، كلم خدمة العملاء الخاصة بالبنك اللي حضرتك بتتعامل معاه، وهم بيدوك السويفت كود الحقيقي او السويفت كود الصحيح. بعد ما خلاص كتبت البيانات وطبعا كتبت الايبان ورجعت كتبت الايبان مرة تانية، بضغط على ضبط طريقة دفع اساسية، بحط علامة صح في المربع ده، وبعد كده بضغط على حفظ. هيبدأ يضيف معايا الحساب زي ما انتم شايفين حاليا. ده الحساب انضاف اهوت يا شباب، ده الحساب القديم او ده الحساب القديم اهو. خلاص في الحالة دي انا مش محتاج الحساب القديم فببدأ احذفه.
ببدأ احذف الحساب القديم بالشكل ده، وبسيب الحساب اللي انا لسه ضايفه جديد. ان شاء الله بالطريقة دي المشكلة بتاعتك هتتحل. انا بالنسبة لي عشان خاطر موجودة عندي ويسترن يونيون، فهغير وهخلي ويسترن يونيون هي وسيلة الدفع الأساسية. انما بالنسبة لحضرتك لو مش موجود عندك ويسترن يونيون، هتطبق نفس الخطوات اللي انا عملتها دي. بتضيف حساب بنكي جديد، وبعد ما بتضيفه هتبدأ تحذف القديم. ما تحذفش القديم قبل ما تضيف الجديد. تمام كده؟ تمام. ولو انت عندك ويسترن يونيون زي ما اتفقنا، بتسيب ويسترن يونيون هي وسيلة الدفع الأساسية. ويبقى كده يا شباب ان شاء الله هتلاقي ان المشكلة بتاعتك اتحلت. وزي ما قلت، حتى لو المشكلة ما اتحلتش، الخطوة اللي احنا عملناها دي مش بتأثر في الحساب في حاجة، او مش بتضر الحساب بتاعك في حاجة. ولكن زي ما قلت في البداية خالص، ناس كتيرة جدا كلمتني وقالت لي بمجرد ما عملنا الخطوة دي في اقل من ساعة او ساعتين الدفعة بتاعتنا اتحولت، والمشكلة اللي كانت موجودة عندنا الحمد لله اتحلت. فحضراتكم مش هتخسروا حاجة، جربوا الطريقة دي وإن شاء الله برضو نفس الشيء، إن المشكلة هتتحل معاكم والدفعة هتتحول عادي بدون أي مشاكل. أتمنى كده أكون أفدتكم من خلال حلقة النهاردة، وأتمنى برضو ياريت من خلال التعليقات تعرفوني هل فعلا المشكلة اتحلت لما عملتم الخطوة دي ولا لأ. وياريت برضو لو أي حد من حضراتكم عنده تجربة تانية يكتبها لنا من خلال جروب الفيسبوك. احنا عاملين جروب كده على الفيسبوك، من خلاله دايما بنتابع كل الاخبار وكل التحديثات اول باول. يعني لو حد من حضراتكم لسه مش مشترك معانا في الجروب، الرابط الخاص بالجروب موجود في الوصف. ممكن حضرتك تنضم معانا للجروب وتشاركنا التجارب بتاعتك، وحتى برضو لو في اخبار جديدة ولا حاجة هتقدر انك تتابعها اول باول من خلال الجروب. اتمنى اكون افدتكم من خلال حلقة النهاردة، واتمنى يا رب المشكلة اللي موجودة عند الناس كلها تتحل. في الختام شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.